السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة الشيف دلال. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم بسطلات صغار مالحين بالدجاج وبحشوة رائعة واقتصاديين، كيجيو جد رائعين ويمكن لينا نحتفظوا بهم في المجمد. كيف ما كتعرفوا حنا على ابواب شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها دجاجه كامله. كيف يمكن لكم تستعملوا لا دند او صدر ديال الدجاج. ناخذ واحد البول نوضعوا فيه 2 معالق ديال الثومه. هذه الثومه هذه راه فايت لي حضرتها معكم، غتلقاوها في القناه ديالي. 2 معالق ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. هنا العطريه، سكينجبير، الابزار، شويه ديال الملحه، قزبر حبوب، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، واحد الضبيمه ديال الزعفران، معلقه ديال المطارد اختياريه، ومعلقه ديال الحامض مصيه. غادي نخلط جميع هاد المكونات جيدا، وهنا كنخلطهم بشويه ديال الماء، تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء، ما كنديروش الزيت. من بعد ما خلطنا هاد العطريه كامله وتداخلات فيما بينها، كنعزل تقريبا واحد الربع ديال الكميه، وكناخذ داك الدجاج ديالي هكا كنفلحو باش العطريه تدخل ليا فيه. ومن الاحسن هكا الا شرم لنا الدجاج نخليه واحد الليله كامله كاع، ولا شي 4 ديال السوايع او حتى 6 الا ما كناش زربانين، لكم الاختيار. هكا نشرملو الدجاج ديالنا جيدا باش ديك العطريه تدخل ويجي معنا هكا بنين. غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى تنكملوا الشرموله اللي عندنا، وكنوضعوا فيها الدجاج ديالنا هكا. كيف يمكن لينا نخليوه يتستراح ولا نطيبوه، غير النار تكون مهيله جدا. ناخذ واحد القامله او واحد الاناء اللي تيكون فوق العافيه، كنوضع فيه شويه ديال الزيت العاديه مع الزيت البلديه. هنا ضفت شويه ديال البصله مقطعه، انا هنايا درت البصله الخضاريه، كيف يمكن لكم ديروا البصله الاخرى او البوارو. كنوضعوا داك الدجاج ديالنا بهذا الشكل فوق ديك البصيله، وكنوضعوا الشرموله اللي بقات لينا، وكناخذوا داك الاناء فاش كان الدجاج نوضعوا عليه داك نصف كاس الماء اللي بقى لينا من الاول هكا، ونشلوه ونوضعوه على الدجاج ديالنا. كنخليوه يطيب في هاد التغميره هادي، ما كنضيفوش ليه نهائيا باقي الماء، لان ديك البصله كتطلق الماء والدجاج كيطلق الماء وكيبقى يطيب في الماء ديالو. مره هكا نحركوه ونقلبوه على الجوانب باش يطيبوا لنا جميع الجوانب ديالو بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا راه البصله مع الدجاج كيطلقوا الماء. هكا نبقاو نقلبوا فيه مره نقلبوا على الجوانب ديالو باش يطيب حتى تيطيب لينا الدجاج بهذا الشكل هذا. وغادي نزولوه، نحيدو الدجاج ديالنا من هذيك لاصوص، كنقلبوه نلقاوه طاب، نحيدوه ونخليوه يبرد باش نفرتتوه. وغادي نخليو ديك البصيله مع داك الماء حتى تتشرب وتتقلى، كتبقى واقفه غير في الزيت ديالها. مره هكا نحركوها باش ما تحرقش لينا، وندوزو نفرتتو هذاك الدجاج ديالنا ونقصوه بالمقص. ناخذ هنا الشعريه الصينيه اللي كنا دايرينها في الماء يكون طايب، كنقطعوها بالمقص او بالموس قطع صغيره. كنوضعوا داك الربع ديال الشرموله اللي عزلنا من قبل، وكنضيفوا هنا معلقه ديال الهريسه اختياريه، شويه ديال الصويا صوص، والزيتون مقطع بهذا الشكل، وشويه ديال هذه السودانيه يابسه اختياريه اللي كيبغي الحر. وهنا كنحركوا باليد ديالنا حتى تتداخل ليا جميع ديك العطريه. في هذيك البصيله كما شفتوا اللي تقلات لينا، ضفت واحد العلبه ديال الفطر او الشامبينيون، وكنضيف داك الدجاج ديالي اللي قطعت قطع صغيره جدا هكا، وكنحركوا في هذيك البصله باش هكا يتشرب الا بقى شي ما وديك الزويته، وكنحركهم حتى نحس ان جميع المكونات نشفوا. ناخذ واحد الاناء اللي تيكون كبير هكا باش تبرد لينا الشرموله دغيا، كنصب فيه داك الدجاج مع البصله مع الشامبينيون اختياري اللي يمكن لكم تستغناو عليه ماشي ضروري. كنوضع ديك الشعريه الصينيه اللي شرملت من قبيله وكنخلطها مع داك الدجاج. هنا راه كنستعمل اليد ديالي باش هكا نحس بالمكونات جميعا تداخلوا فيما بينهم بهذه الطريقه هذه، ونخليها انها تبرد. كنضيف هنايا شويه ديال الفرماج حمر محكوك،
كذلك اختياري ماشي بالضبط ان جميع المكونات يكونوا متوفرين عندنا، هما فقط كاضافه. الشرموله ديالي من بعد ما بردات غادي نوضعها بالجانب ديالي. كناخذ هنا الورقه ديال البسطيله من الحجم الكبير، تناخذوا القياس ديالنا باش بغينا نخدمو، والمباقي كنجمعوه في البلاستيك ونوضعوه هكا باش ما يبسش معنا. كنطويها هكا على 4 وكنحيد لها دوك الزوائد اللي تيكونوا يابسين هكا الجوانب، نحيدهم باش ما يخسروش ليا البسيطلات ديالي. وغادي نقطع الورقه ديالنا على 4 لاننا هنا بغينا نديرو بسيطلات صغارين. اللي بغى الكبار راه كيستعمل الورقه تكون هكا صغيره او موين على حسب الحجم اللي بغيتو. انا هنا كنديرهم صغارين ديال 1. بهذه الطريقه هكا كنقطع الورقه ديالي، كيجيو كل وحده كتعطينا 4. غادي ناخذ واحد السيركل هكا دائري وكنوضع المقدار ديال الحشوه ديالي في الوسط بهذا الشكل هذا، كيعطينا هذا الشكل دائري. وكنبقى نجمع البسطيله ديالي عادي، نجمع الجوانب وكنهز واحد الطرف اخر ديال الورقه وكنقلب ديك الجهه اللي تتكون الفوق كنديرها لتحت، وكنجمع ثاني الورقه ديالي بهذا الشكل هذا. ناخذ نردوها في داك السيركل باش هكا نتحصلوا على واحد الشكل اللي يكون دائري. غادي نعاود معكم وحدات اخرين باش هكا تشوفوا الفكره كيفاش. كناخذ دائما 2 طروفه ديال البسطيله، وحده كنوضع فيها الشرموله بهذه الطريقه هذه، وكنطويها عادي كي تنطويو البسطيله الجوانب ديال الورقه وحده على وحده هكا، وكنقلبها ونوضعها على الطرف الاخر ديال البسطيله باش هكا كنحصلوا على الورقه مدوبله من كلتا الجوانب. غادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد ما كنعمر هذيك الورقه الاولى كنجمعها وكنقلبها على الوجه ديالها، وكنعاود نجمع الورقه ديالي من فوق الوجه ديالها، نوضعها في السيركل هكا ونضغط عليها باش كنتحصل على واحد الشكل دائري. غادي نستمر حتى تنكمل الحشوه اللي عندي هنا. من بعد ما كنطويو الورق البسيطلات ديالنا وكنشوفوا اننا عندنا شي شويه شيط من الورقه، يمكن لينا نقصوه نحيدوه باش هكا ما تجيش البسيطله فيها الورقه بزايد. ودائما كنرجعوهم لهذيك الدائره وكنضغطوا عليها باش تيبقاو لينا البسيطلات يجيو دايرين. هنا يمكن ليا نشير لواحد الاشاره، اللي خاف ان البسيطلات ديالو يتحلوا يمكن ليه انه يلصقهم بشويه ديال بياض البيض او شويه ديال الماء او الدقيق. انا هنا ما لصقتهمش لانني بغيت نوضعهم في المجمد، وكذلك كنطيبهم غير في الفران، ما كنديرش لهم لا دقيق لا بياض البيض. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه اللي عندي. اخواني اخواتي، الى وصلتم من هذه المرحله من الفيديو كنتمنى انكم ما تنساونيش من اللايك وكذلك تعليق يكون محفز، وكنشكركم على المتابعه والمشاهده. ولا كنتوا اول مره كتصادفوا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك فيها باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد من القناه، وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. كنستمر بهذا الشكل والطريقه الموضح في الفيديو حتى تنكمل الحشوه اللي عندي، وفي الاخير كنحصلوا على واحد البسطيلات اللي تيجيو جد رائعين وحشوه اقتصاديه وكذلك لذيذه. غادي نحتفظ بهم انا هنا في المجمد، وقت ما بغيتهم غادي نجبد الكميه الكافيه وغادي نوضعهم في واحد اللاطه للفرن، ندهنوا بهم باصفار بيضاء او شويه ديال الزبده. غير هنا وقت ما بغيتو تدخلوهم للفرن ضروري انكم تكوهم هكا بواحد الكيردون باش ما يطرطقوش لكم في الفران. البسطيلات ديالنا من بعد ما كملتهم في الطي وكذلك كملنا الحشوه اللي عندنا كنتحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا. كما تلاحظوا معايا راه عطاوني واحد الكميه اللي هي وفيره. المقادير اللي استعملت راه عطاوني تقريبا 30 حبه من هذا الحجم هذا، وانتم كيبقى لكم الاختيار على حسب الاحجام اللي بغيتو. كناخذ واحد الكيس الخاص بالمجمد وكنوضعوا فيه الكميه اللي بغينا. انا هنا استعملت هاد الصغار، تندير كل كيس فيه 2 كيف يمكن لكم تستعملوا البواطات ديال المجمد تحطوا فيهم الكميه اللي بغيتو، بين طبقه وطبقه تحطوا ورق الطهي باش هكا ما يتلصقوش، ولا بغينا نجبدوهم تخسر لنا الورقه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي. ودائما الا وضعنا البسيطلات ديالنا في هذا البلاستيكات نحاولوا اننا نخرجوا منهم داك الهواء باش هكا نحافظوا عليهم وما يجمعوش لينا الهواء في الداخل.
واخواني اخواتي، كنتمنى الوصفه ديالي تعجبكم، وتخليو لي شي تعليق محفز، وديروا جيم هكا الفيديو باش توصلوا بكل ما هو جديد، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.